يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميمية حافظ الحكم أمجهشن بيت ونطنه هو البصائر والذكرى لمدكري، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. هو بحث شيء بحث قرآنه. البصائر يعني جافرونية بو إنسان. قد تعالى جل وعلا قد هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هر وسط آتك ديدا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قرآن بصيرة بو إنساني، يعني ريكا درست نشا إنسان كد إنسان الديب بچت دي جاودي بيروم بن، يعني جافرونية بو إنساني. ها إنسان قرآن بخوينت دي بيجاودي روم بن. هر وصا قد والذكرى. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هر وصا بير إنانة وعظة أو مجغارية، يعني قرآن موعظة شافرهنية. هر وصا موعظة إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إنسان دي قرآن خوينت دا چبك دا موعظة و درسة و عبرة جيوار بگرد. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أواد جهر لمدكر يعني بوي كسي اوه هزری خود اداب کد بخواد درسا جیور بگرد. ذکرا بیر اینانا بوی کسی یه وعظا جیور بگرد. وهو المواعظ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اف قرآنان موعظة درسا او مجگارين وعظا بو إنسان. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. چند آيات قرآن إشارة داده قرآن موعظة درس بوده. هر وصا والبشرى مزگینیه مزگین داره. وهدى وبشرى للمؤمنين. هر وصى رب العالمين قلت ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اف قرآنها نچوانا بشرى مزگین داره بو ایمان داره. بس بو کش ایمان داری لغیر عمی او نکوره معنی او چاوه خواه وکت او سحبه کدوی قرآنه او دیوی قرآنه بچد لغير عمي نأبي شوابي خب بقرتش حقيقية. نمعنى الفيري عما أبي كورا إجار دنياي نبينا نا شوابت هين بس شوابت خوا ناوكت بو درس وعبرته وأموشقاريش في قرآن ناور قرد الدفنات بري خوا نادتي ها بو في أفا. أما كسك خدان شاف بتو نسح كد في قرآن نخوينت أف أموشقاري وأف ذكرى بوينين. بيت هدف دا يصد هو المنزل نورا بيانا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم. هو يعني قرآن. هذا وصفة قرآننا. قرآن شوانا نورا بينا يعني نور مبين أي نور بين واضح. روناهيك ديار يا أشكرايا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. رب العالمين وصفة قرآن كرن قدام أف قرآن أبوائنا دقار نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اف قرآن هنه با خود تعالی اینادی خوره چونه؟ نوره روناهیه بو انسانی هر وصا و هدن و هدایت اجک قرطبی بشت بوچی رب العالمین قوتا قرآن نور وسماه نورا چیکی به قرآن بوتا احکام شریعتی دیارت بن ریکا هدایتش ریکا ضلالتی واضحه بجبر هنده قوتا نور هر وصا و هدى هدايته يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى القرآن هداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن تلديف بشدي باليتا تتاوي يشهم أقوى يشهم باشتر ابن كثير تفسير بآيات دا مجلدت بيجد مجلد بينجد بيست خود تعالى مدحد في قرآن كن أو أبو پیغمبري فريكري هو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق لباليت عدد باشترين مصبترين ريك وهو الشفاء لما في القلب من سقم وقرآن جك شفاء بوشي بو إيش الدلي بو نساخي الدلي من سقم سقم إيش نساخين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهو الشفاء لما في القلب يعني أن القرآن شفاء لأمراض القلوب والأبدان كوتشا رب العالمين قلت يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء القرآن الشفاء شي من سقمش إيشا نساخيها قال رحمه الله تعالى لكنه لأولي الإيمان إذا عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم لكنه لأولي الإيمان يعني خدان الإيمان لأولي الإيمان يعني لأهل الإيمان بو أهل الإيمان كيشكا إذ عملوا يعني الذين عملوا بما فيه يعني بوان كاس أبد علم القرآن دهاتي أمر القرآن دهاتي عمل بكرين لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا دم وان كار بكري عمل بكري قرآن نأوات بيجي رمضان مسح ختم كرنو تو عملي بينك قرآن يهاتي تو عملي بيبكي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مروه ظالم يحديدت بزينت وچه عملي بينكت چه تشتيلوان زيداناكت إلا خسارة ده هر خسارت لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه بويتشي أبد في قرآن دهاتي چه تشت قرآن دهاتي ده عملي بك من علم الزانين چكي قرآن بريزانين ومن حكمي هر وصش حكمة حكمته حكمه تشتكي تدهاتي دي عملي بك چكي چه تشتي باطل يبيشت في قرآن دانية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اشنكوية تخوار اف قرآن ابي حكيم ابي حميد بوكيا بويا عملي بيبكت أما على من تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمي بل با على من تولى أو كسي بشتا خدا في قرآنه فهو عمى أو كوره لكونه اجبر بيشان عن هداه المستنير عمى مستنير يعني روناهيا به بل أبش هداية روناهيا به كوره فلم يستفيد ولم ينتفع من القرآن لأنه برشي چكي كورش حقيا واضحة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد كورنا اش بيروناي اف روناي هنده بوش هنده مازن
بله اوه کوره نه چه پینا بینیم بوچی چکی من تولا عنه اوه پشتا خداین و قرآنه پشتا خداین اوه حقی واضح اوه تنه کوره نه عمل پینا کریم بيت صدوسي فمن يقمه يكن يوم الميعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم فمن يقمه يعني ومن يقيم القرآن علما وعملا يا رابط أي من قام القرآن عملا وعلما يا أبي قرآنه عملي كاري بيبكت يكن دشوان كسابت يوم المعاد يعني يوم القيامة رجا معادي يعني رجا قيامته يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم چوك أبان رجا دي بتا چي دي بتا إمامك يوم المعاد له خير الإمام يعني يكون له يوم القيامة إماما وقائدا له إلى جنات النعيم وك إمامك وقائدك رجا قيامته أبدا تشتيبا دي تشتبحشت خير الإمام يعني وك إمامك دي بو كيفاشت إلى الفردوس والنعم يداخلي بحشت بت دي تشت فردوسي ودي تشناف نعمة رب العالمين دا جل وعلا أبا كيا أبا قرآن بخوينة أبا عمالي بقرآن أبا كده تشت بحشت فما يقيمه يعني يدس بيه بقرت عمالي بيه بكت قال رحمه الله تعالى كما يسوق أولي الأعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم كاتشاوا يعني أبا عكس يصادوسيها فما يقيمه يعني أبا دس بيه بقرت وعمالي بيه بكت أو دشت بحشت وك إمامك كما يسوق أولي الأعراض يسوق بحثت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا كاتشواد بن أولي الأعراض أو كاسد بشتاخدنا عنه يعني عن القرآن أو كاسد بشتاخدنا قرآن دبن كيب إلى دار المقامع دبن دار المقامع بحثي جهنم مقامع بحثي ماهولية بحثي چكيچي أبد دينن وانا جهنم ده لهم مقامع من حديد يعني ماهولك آصن الدينن وانا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى بل أبد بشتا خدانه دي رب العالمين وانا عقوبتت خد تعالى قلت ولهم مقامع من حديد دي بن دار المقامع يعني جهنم جيد ديناني وقطانية والأنكال أنكال زنجيرا والألم جهك بألم بإيش بجانا يا رب العالمين جل وعلا وانا بتأويله المقام يعني المطارق حديث داهات پیغمبری علیه السلام گفت هر ملکه که خزانه جهنمه یکیش وانای دزدانه والانکال انکال قیودن یعنی او تشتید به انسانی گریدن بيتا صدو بينجي وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتالهما في موقف الغمم وقد أتى يهاتي نص يعني نصك الصريح پیغمبري عليه الصلاة والسلام حديث أبي أمامة غيري وانا حديث نواس كري سمعان وانا غيري وانا حديث تاتي وقد أتى النص في الطولين طولين كيشكن أو هاتك الدريش بحث بقرة وآل عمران نص هاتي در حق أو الدريش ده
الطولين هر دو كن دريش بحث بقرة وآل عمران يعني بخوينة إجبار بكت أنهما ظل أنهما يعني بقرة وآل عمران شاون السيبارن لتاليهما بوانا بيت خوينة التلاوات كيف في موقف الغمم جهة غمم الغمة وهي الشدة جهة برطنقاوية يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران هر وسط حديث جديداتي كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق أي ضياء شرق يعني ضياء وكأنهما خسقان خسق يعني كوم جماعة من طير صواف يعني طير الصواف أو تشانجت وأنا مازن تشانجي خافتك تحاجان على صاحبهما بقرة وآل عمران بين وكيد دو طيرة وكيد دو عورة رجع قيامته في موقف الغمم موقف جهة ساكنين محشره غمم يعني شدة جهة برطنقاوية إنسانت خوها خوراتشت نخوشية ده هنگه ده بقرة وآل عمران شفاعت بوبيك بيت الصدوشش قال رحمه الله تعالى وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه أن يقم وأنه يعني قرآن بس قرآن في غد يعني الصبح يعني قيامة ولتنظر نفس ما قدمت لغد وأنه في غد يعني في القيامة يأتي لصاحبه دي إيد بخدان خواه مبشرا مزجين در وحجيجا عنه أن يقوم بوي كاسي بس مال بيتا بيشي شغل ما يقيمه يعني دس بيبيردي عملي بيبكت مبشرا وحجيجا إن يقوم يعني أجر بيرو بعمل بيكر يعني إن قام بالقرآن الكريم علما وعملا فإنه يأتي يوم القيامة يحاج عنه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تبو خدا نخوش شفاعة وكت حديثة إمام مسلم لحديثة أبي أمامي داتي قرآن بخون عند رجع قيامة بوا شفاعتك بيت صاد حفتي والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم يعطي الملك بيمينه والخلد بشماله تاخد تعالى ملكي دبي ده خلدي دته بحشتي دته ودي هرماناتي داج دته ويودي دته ويلبسه دي البرويك تاج الوقار يعني تاج ريز گرتني تاج الوقار رب العالمين دته تاج ما او ملك دين سرسري خواه الذهب الجوهره حسرت و پشیمانیه ابي عن بريدات بيجت أسرنشتين بالله پیغمبري عليه الصلاة والسلام مقولي بيقول اقرأوا البقرة فإن في أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قول مقولي بيغمبري عليه الصلاة والسلام قول سورة بقرة بخوينن هنديك خواندنا ويا بركة تدا هيلادنا ويجي حسرة و پشیمانية و أباها نجي سحري بطالت كده الرواية جديدة أدبيجت پیغمبري عليه الصلاة والسلام قل تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يغلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف پیغمبري أمر كر وتركيز كر بري والله أو قرآن بخوين بجاء بتاني دي خود تعالى جل وعلا تاج الوقار يا ريز گرتن دن السرسري وانا تاج الإله الحق إله بحق ذو الكرم أبي خدان مرديني أبي كرم قنجيل قال عبد خود كد أبي مرد دي خود تعالى تاج دن سرسري
مسترين قدر قيمة أبايا. قال رحمه الله تعالى: يقال اقرأ ورتل ورقة في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعيم. يقال دي بجنبي أفش فضائلة حامل القرآن يعني حافظ القرآن. دي بجنبي اقرأ دي بخوينا وبدرستاهي بخوينا ورقة يعني بلمبة. كيف في غرف الجنات بغرفة بحشتي كي تنتهي كيف تخلاص بيه للمنزل النعم حتى كيري تخون تلكيري أو جهته. يهاتت حديث عبد الله كري عمريدة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن ديتا قوتني بو خداني قرآن يعني بقرآن جبار كري اقرأ وارتقي بخوينا بسركبة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بخوينا كشوة الدنيا دادخون فإن منزلك عند آخر آية تقرأها جهة الدماهك آية وقت تدخوينه. الرواية جديدة مسندة حديث أبي هريرة أبي سعيد فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها. والرواية جديدة أحمد مسندة بس وفيه ضعف والله أعلم اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة. قرطبي بجت فهذا يدل على أن في الجنة درجات على عدد آي القرآن. بجت أهبا بلغيه كوچن آية القرآن تنه هم درجة جيتنه. أهل القرآن خدان فضل خدان قدر من القيامة. بيت صدنه حلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. حلتان حلة جلكن أبا بجا قدر داي بابتوانا حلة لباسك جلكه بس خود زان كاچ جلكه. حلتان من الفردوس قد كسيت يعني ده تأكيد البرواناك لوالديه لها الأكوان أكوان جمع كون لم تقم يعني لا تقام له الدنيا. قال دي باب بيجن بما كسينا بسبب چی اوهادنا البرمكن يعني بر چی واجل کال برمتكن. فقيل دبون اتقودن بما اقرأتما ابنكما فاشكل لذي النعم. سبب ويا او خاندي عيالي و بجاه الشكر او يمكن خدا النعمة دي قدر دي باب تجين گرتنه. سبب چی سبب خواندناتا و اوه قرآنه خود تعالى جل وعلا دي قدر دي باب تجين. ويوضع على الرأس تاج الوقار دي دين سرسرته ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا هم أبا بيتشينا هم أبانينا فيقولان بما كسينا هذه سبب شابكنا البرم فيقال بأخذ ولدكم القرآن عيالي وقرآن جبار كربي ثم يقال لا اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. يعني فضل أهل قرآن قالك الرجوع قيامته رب العالمين جل وعلا قدر وادقرد قدر ديبابت ونادقرد كفى وحسبك بالقرآن معجزة بسيته كقرآن حسبك يعني يكفيك. كفى وحسبك بالقرآن معجزة قرآن معجزة دامت لدينا دوما غير منصرم. أبدا چه بابت دي أمي در ثابت شويرت بلا دست بكن شكرا همي بحث معجزة قرآن وانا بلا بمنت حتى بيه. الحمد لله رب العالمين.